خليني نسولك، واش عمرك كنتي راكب في الطوبيس اولا في الطوموبيل ودار مثلا داك اللي سايق الطوموبيل اولا الطوبيس دار واحد الفران مفاجئ وانت تزيد بالجسم ديالك للقدام، اولا عمرك ضربتي كره برجليك وبقات غادا 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 واحد شويه تحبس وانت تسول راسك علاش كتحبس؟ هنا بالضبط بهذا السؤال بدات اكبر ثوره علميه في العالم. ملي كانوا الناس كاملين كيشوفوا هاد الامور واحد الامور عاديه جدا اللي كتوقع قدامهم، جا واحد الشخص اللي قال لك لا هادشي ماشي عادي وقدر يفكر بدماغه في واحد الوقيته اللي كانت الخرافات هي اللي مسيطره على بنادم والتفاسير اللاهوتيه. جا بنادم فكر بدماغه، فكر باللوجيك، وهنا بالضبط بدات اكبر ثوره علميه في العالم اللي قلبت الوجه ديال الكره الارضيه راسا على عقب. اليوم غادي نحاولوا نهضروا على واحد القانون اللي كلشي كيعرفو، اللي كلشي قراه، ولكن عمر شي واحد فهمو، ولا قليل اللي غتلقاه كيفهمو، قليل الاستاذ اللي غيكون شرحو ليك اولا شرح المعنى ديالو اولا الاهميه ديالو. هاد خونا هذا اللي اكتشف هذا القانون ما جاش وسول علاش الاشياء كتحرك، ولكن سول شنو هي الحاجه اللي كتخلي الحركه ديال الاشياء تحبس. والجواب ديال هذا السؤال بسيط، ولكن هو اللي خلانا نخترعوا الطيارات، التران، الطوموبيل، اي حاجه كتحرك فهي راجعه بالفضل لهذا السيد ولهذا القانون اللي اكتشفه. والقانون باين راك عرفتيه وقريتيه في السانكيام وفي السيزيام وفي الباك، غير هو الاسماء كتبدل. مره كيتسمى مبدا القوس برانسيپ دينيرسي، قريتيه في الباك على اساس برومي لوا دو نيوتن اولا القانون الاول لنيوتن. كيفاش قانون ما فايتش 3 سطور قدر كما قلنا يبدل الوجه ديال الكره الارضيه راسا على عقب. في هذا الفيديو ما جيتش نصح معك التمارين ديال برومي لوا دو نيوتن او القانون ديال الاول نيوتن، ولكن جيت نشرح لك كيفاش كيخدموا، شنو هو التاثير المبهر في الحياه. لانه اكبر جريمه كديرها المدرسه، كنهضر على السيستيم ايدوكاتيف اون جينيرال في العالم كامل، هي انك كتقرن الاشياء بالمعزل على السياق التاريخي ديالها او الاهميه ديالها في الواقع. فالتلميذ هنا ملي كيقراها ما كيعرفش الاهميه ديالها، دماغه كيرميها بحال شي صافي كيسالي ليكزام منها اولا كيسالي الفرض او الامتحان الوطني تيرميها بحال عمرو قراها. ولذلك تشارلز فريموند واحد العالم ديال الفيزياء اللي كان جائزه نوبل قال واحد المقوله اللي المفاد ديالها قال لك مجرم، يعني كيقصد الشخص مجرم، الشخص اللي كيخليك انك تكره الفيزياء، لان الفيزياء الا تاملتيها في العمق ديالها واحد الحاجه اللي واعره بزاف، والا تاملتيها في العمق ديالها وتجي كتقراها غتولي مدمن عليها اكثر ما انت مدمن على فيسبوك ولا انستغرام او لا الجيمين. فبلا ما نطول عليك نبداو الفيديو. خليني نسولك، واش نيوتن هو اللي اكتشف سقوط التفاحه؟ اكيد الجواب هو لا. التفاحه كانت تطيح اولا كتسقط قبل ما يجي نيوتن بآلاف السنين. القمر كان كيدور على الارض قبل ما يجي نيوتن بآلاف السنين. الماده والجزر كان كتتحرك، الخيول كتتحرك، اي حاجه كانت تتحرك. ودابا تخيل معايا راسك عايش في القرن السابع عشر الميلادي وكنتي حداد، يعني كتصنع السيوفه، كتصنع العربات، كتشوف السهم تيتحرك، كتشوف الحجر كيطيح، كتشوف كلشي كيتحرك من وراك. ولكن الا جيت وسولتك مثلا رميت واحد السهم بغيت نعرف فين تا غيوقف وفين غيطيح، غتقول لي جرب. ديك الساعه البشريه كانت عايشه على التجربه، يعني بغيتي تبني واحد السد جرب، طاح عاود بني واحد اخر، بغيتي تبني مثلا تصنع واحد السفينه جرب، غرقات بني واحده اخرى، بغيتي مثلا تصنع واحد العربه جرب، تهرسات بني واحده اخرى. يعني كانت هذا المبدا ديال التجربه، ما كانش عندنا شي وسيله رياض، شي وسيله اللي غنحاولوا نتنبؤوا بالمستقبل. يعني كان قائم على التجربه، وهذه التجربه كانت تتكلف البشريه يعني خسائر كبيره، سواء البشريه سواء الماديه. اما اليوم بالضبط، اليوم في القرن 21 في 2026 المهندس قبل ما يصنع الطياره تيعرف بالضبط الاجزاء ديالها بالمليم، يعني المهندسين راه ماشي غير مهندس واحد، الاجزاء ديالها بالمليم، وتيعرف شنو غيوقع ليها من اول ما كديماري حتى البلاصه فين يعني المطار اللي غتوصل ليه وغتحبس. كيعرف شنو غيوقع بالضبط وفين غتحبس والمده اللي غتستغرق الى اخره. يعني في هذه الوقيته ولا في ديك الوقيته ما كانش عندنا شي وسيله رياضيه اللي كتخلينا نتنبؤوا بالمستقبل. التنبؤ بالمستقبل انذاك كان عباره عن سحر. الناس ديك الوقيته كانت عايشه عادي، كتشوف الحوايج كيتحرك، ولكن حتى واحد ما كيقدر يسول علاش كتحرك هذيك الاشياء. لان العقل البشري ديالنا كيخدعنا، بكثرة ما كنتعرضوا او لهذه المواقف يوميا كنشوفوا الحوايج كتحرك الى اخره. يعني ببساطه ما كيخليناش نطرحوا، كنوليو تنطيحوا في الوهم ديال الاعتياد، يعني صافي تنشوفوا حاجه كتحرك تدبر لينا شي حاجه بسيطه. ولكن دائما او لا اغلب الاحيان اعظم القوانين اللي تكتشفت في العالم كانت من اسئله بسيطه
ولكن واحد النهار واحد الشاب انجليزي اللي ما كانش عنده تلسكوبات، ما كانش عنده شي مختبرات اللي واو، ما كانش عنده شي بيسيات اللي واو، كانت عنده حاجه وحده اللي كيفتقدها الاغلبيه ديال البشر اللي هي الفضول. الفضول انه يحط السؤال ويبغي المعرفه وتكون عنده الشغف ديال المعرفه. هذا الشاب اكيد غتكون عرفتو اللي هو اسحاق نيوتن. اسحاق نيوتن ما جاش يسول السؤال ديال كيفاش كتحرك الاشياء، ولكن جا سول واحد السؤال عبقري. السؤال هو شنو هو اللي كيخلي اصلا الاشياء توقف على الحركه. يعني انت ملي كتضرب كره ما سولش هو شنو هي الحاجه اللي كتحرك الكره، ولكن هو سول شنو هي الحاجه اللي كتخلي الكره توقف. بالضبط هنا في هذه اللحظه هذه الانسان غيتقلب، المسار ديال البشريه غيتقلب 180 درجه. الانسان غيدخل في واحد العصر جديد، واحد العصر جديد ديال العلم وديال المعرفه اللي غيخلينا نفهموا الكون ويخلينا نعرفوا ان الكون كتحكم واحد القوانين دقيقه ماشي العشوائي كما كان كيعتقد البشر انذاك. يعني قوانين نفسها اللي كتحكموا اليوم حكماتهم قبل 3 سنين، قبل 300 عام، قبل 1000 عام، وحتى قبل ملي تزادت الكره الارضيه. ولكن السؤال اللي كيطرح في نفسي شنو هو السؤال اللي حط نيوتن اول مره؟ واش القصه ديال التفاحه فعلا صحيحه او لا غوهم يعني ما عندها اساس تاريخي؟ هذا الشيء اللي غنكتشفوا دابا انا جيت عطيتك هذه الجمله، نيوتن كان جالس تحت الشجره وقلت لك كملها، غالبا غتقول لي وطاحت عليه التفاحه. ولكن واش هذه الفكره صحيحه تاريخيا؟ غلط، لا. لانه نيوتن بنفسه صرح انه ما كانش جالس تحت الشجره وانما كان بعيد على الشجره وهو يشوف التفاحه طاحت. دابا انسان عادي هنا غيشوف تفاحه طاحت غيقول جاب الله رزيق راه مقصير. ولكن نيوتن لا، انسان ماشي عادي، بدا كيسول علاش التفاحه طاحت لتحت وما مشاتش اليمين وما مشاتش اليسار او لا طلعت للفوق. اذا كاين شي سر. وهنا باش تعرف ان العلم كيبدا بالاسئله الصريحه، ماشي كيف ما كتعلم من المدرسه كيجي وكيعطيك القانون مباشره، كيعطيك الجواب مباشره، ما كيعطيكش كيفاش تفكر او لا الميثودولوجي كيفاش كيخدم العلم، لانه علم راه اسئله اكثر ما يكونوا اجوبه. دابا هنا نيوتن ملي طاحت عليه التفاحه بدا كيفكر، قال يعني واش ممكن هاد التفاحه طاحت يعني جرتها الارض، ممكن حتى الارض تكون كتجر القمر واللي كيخليه يدور هو الارض؟ هنا هذا السؤال بسيط، ولكن في ذاك الوقت كان تعتبر واحد المعجزه انك تفكر بهذه الطريقه، معجزه. لانه الامر اشبه انا نجيك في هذه الوقيته مثلا ونقول لك تخيل معايا واش واحد القانون اللي كيحكم لنا في الغار ديالها يقدر يطبق على واحد النجم او لا على واحد المجره فيها ملايير من النجوم. هنايا الاغلبيه يضحكوا، ونيوتن كان فاهم هذه القضيه وكان فاهم ان بنادم يضحك عليه، ولكن كان هو متيقن انه كاين شي حاجه مخبيه تما، كاين شي سر. في ديك الوقيته كانوا الناس كيعتقدوا ان كل يعني الارض والسماء كل واحد بالقوانين ديالو، ولكن نيوتن لا، فكر قال واش ممكن بقانون واحد نفهموا السماء والارض، يعني نفهموا علاش القمر كيدور وعلاش على الارض وعلاش كاين المد والجزر، الحركه ديال البحر، وعلاش التفاحه كطيح وعلاش الكره كتوقف. هنا هو فكر في هذا القانون، واش كاين فعلا شي قانون. وهنا بالضبط كانت الولاده ديال واحد من اعظم القوانين في التاريخ ديال البشريه واللي مازال الاثر ديالو الى يومنا هذا، اللي هو القانون الاول لنيوتن، البروميي لوا دو نيوتن. وهنا بالضبط فين بدا الانسان كيشك وبدا كيعرف يقينا ان الكون كيتحكم قوانين في غايه الدقه، والهدف ديالنا ماشي انا نخترعه فقط، انا نكتشفه. وباش نيوتن انه يوصل لهذا الجواب، انه يصيغ هذا القانون، خصو يمر عبر الطريقه العلميه او الطريقه كيفاش كتبنى القوانين علميا، يعني من السؤال التجربه اللي قريتها في الفلسفه، يعني السؤال الفرضيه التجربه ثم القانون. هنا كان عليه يحط واحد السؤال بسيط اللي يقدر اي طفل يحطو، الا ما قصتش كره بيدي يعني ضربتها وما قصتهاش بيدي، شنو هو السبب اللي غيخليها توقف الا ما حبستهاش انا بيدي؟ دابا تخيل معايا جيت وعطيتك كره وبقات يعني حطيتها، قلت لك شنو كتشوف في هذه الكره؟ غتقول لي حبسها. واخا قلت لك ضربها، ضربتيها وقلت لك شنو غيوقع؟ قلتي لي غتحبس. قلت لك لا، هذا نيوتن ما كنهضرش عليه. علاش؟ لان نيوتن فكر فيها بواحد الطريقه ذكيه عبقريه. حنا بكثرة ما كنشوفوا الحوايج يعني كلاسيكيا يعني في المحيط ديالنا كتكرر، مثلا الكره كتحبس، بيكالا كتحبس، طوموبيل كتحبس، اي حاجه كتبقى تحرك واحد شويه كتحبس. تبرمج الدماغ ديالنا ان التوقف هو الاصل، ولكن لا، نيوتن فكر بها واحد الطريقه عبقريه. قال لك الاستمرار هو الاصل. هو فكر السؤال اللي خصو يتحط او اللي حط هو ماشي شنو اللي كيخليها تتحرك، ولكن شنو هو اللي كيخليها تحبس، لان الاصل هو الاستمراريه. لان الفرق ما بين السؤال ديال شنو اللي كيخليها تتحرك وشنو اللي كيخليها تحبس فرق كبير بزاف. دابا تخيل معايا شنو حطيت قدام واحد الطريق اللي ما لا نهايه طويل، هذه افتراضيه، افتراض يعني ما كاين لا احتكاك
مع الهواء، لا احتكاك مع الارض لا والو. قلت لك ضرب كره وضربتيها، وقلت لك شنو هو السيناريو المتوقع، قلتي لي غتحبس. قلت لا، علاش؟ الكره غتولي غتستمر في الحركه الى ما لا نهايه وعمرها غتحبس. هذا تيوريكمون، هذا هو القانون الاول لنيوتن تيوريكمون، اللي كيقول لك جسم ساكن او متحرك بسرعه منتظمه يبقى في حاله السكون او في حركه لا نهائيه ما لم تؤثر عليه قوه خارجيه. يعني جسم الا كان ساكن ما غاديش يتحرك، الا ما اثرش عليه شي قوه، ما كاينش السعور. والا كان غادي في واحد المسار، يعني بواحد الحركه منتظمه، فعمره غيوقف ما لم تؤثر عليه قوه خارجيه. وهذا هو السر بالضبط. وهذا الشيء علاش كنشوفوا الاقمار الاصطناعيه كدور لي زوربيطال ديالها سنوات وعمرها كطيح. وهذا الشيء علاش كنشوفوا الصواريخ مثلا كتقطع مسافات كبيره وباقل نسبه ديال الوقود، لان في الفضاء ما كاينش الاحتكاك، ما كاينش الهواء. الشيء اللي كيخليها شنو اللي كيخلي الشيء اللي كيخليها تكونسومي اقل من الطياره مثلا اللي كتمشي في الهواء والغلاف الجوي. ودابا نرجعوا للمثال ديالنا في الارض. الكره شنو اللي كيخليها تحبس؟ قلنا القوه الخارجيه، يعني قوه الاحتكاك ديالها مع الارض، مثلا ضربتيها مع الارض او لا الاحتكاك ديالها مع الهواء. شنو كيخلي الطوموبيل توقف؟ هو الاحتكاك ديال الفران. دابا انت ملي كتبرك على الفران شنو كيوقع؟ راه تيوقع احتكاك ما بين الديسك هذاك الديسك وبين الرويضه اللي كيخليها تحبس. اي حاجه شتيها من حول يعني اي حاجه شتيها في المحيط ديالك، فالسبب علاش كتحبس اللي هو قوه خارجيه، سواء احتكاك مع الارض، سواء احتكاك مع الهواء، سواء قوه اخرى. وهنا بعد ما فهمنا لاش كيصلح القانون الاول لنيوتن، او لا فهمنا شنو هو القانون الاول لنيوتن كيفاش تيخدم، السؤال اللي كيتبادر للذهن ديالك دابا هو لاش كيصلح اصلا هذا القانون؟ واش غينفع؟ واش باش دوز به الوطني مثلا وتنساه كما وهماتك المدرسه كتجيوك تحفظ القانون، لا سوم دي فورس ايكال زيرو، طبق التمرين كذا صافي دوز الوطني؟ لا، قانون نيوتن راه اعظم من هادشي كامل، وعليه القوانين ثلاثه نيوتن عليها قائمه الصناعه العالميه كلها. ولا مشاو تحيدوا ثلاثه القوانين ما غتبقى لا صناعه، رجعوا للعهد الحجري حرفيا. تخيل راسك خدام مثلا في شركه ديال الايرباص مثلا ديال الطوموبيلات، وانت مع واحد ليكيب ديال المهندسين ديال باغي تصنعوا مثلا طياره، حيت راه الطياره كتلقى الاف ديال المهندسين خدامين عليها، راه ماشي مهندس واحد ولا جوج، وكتاخذ سنين باش تكون في بالك، لان العلم راه تيخصو انفستيسمون في الوقت وفي الفلوس. دابا نتايا مع هاد الفرقه ديال المهندسين باغي تصنع الطياره، واش غادي تجي تقول اجي كيفاش نصنع الطياره؟ لا، السؤال اللي خصك تحطو هو كيفاش، شنو هي السرعه باش تمشي، وشنو هو شحال الوقود خصها، والوزن ديالها اللي ما خصهاش تفوتو. وهذا الشيء كامل خصك تضرب الحساب، وسنوات كياخذوا من التخطيط والسيميلاسيون نيميريك في دوك لي بروغرام والحواسيب العملاقه الى اخره، من واحد الروينه كحله باش في الاخر الطياره تطير. كتعرف شنو غيوقع من اللحظه ديال الاقلاع حتى لحظه الوصول. ثاني مثال هو مثلا خدام في شركه ديال الطوموبيلات باغي تصنع واحد الفران، واش غادي تقول اجي نصنع الفران نشوف نجرب الا مات شي واحد نعاود؟ لا، راه لان خطا واحد بسيط يقدر يكلفك ارواح. يعني كتحسب بالميليم شحال خصك ديال المعدن، مو داكشي داخل في بزاف ديال الروينه، والهندسه ديالو بالتدقيق وتجرب، حيت راه كيديروا تجربه قبل ما يخرج مثلا طوموبيله او لا اي منتج، قبل ما يخرج الناس يستهلكوا راه كيديروا تجارب عليه باش يشوفوا واش فعلا خدام ولا الصناعه ديالهم غتضرب في الزيرو. ثالث مثال هو افترض مثلا خدام في شركه ديال النازا ديال صناعه الصواريخ، وباغي تصنع صاروخ، واش تقول اجي نصنعوا الصاروخ ونطلقوه باذن الله؟ ويه الايمان راه مزيان، هو ماشي الايمان راه ما كيلغيش الاسباب، الايمان ديالك بالله راه ما كيلغيش الاسباب هي الاساس. الله سبحانه وتعالى دار لهذا الكون قوانين اللي كيمشي عليها، ما كيهمش واش كنتي مؤمن او لا كافر، عرفتي هذه القوانين تعرف تسير هذا الكون بالحكمه. وهنايا غتفهم معايا ان هذه الروينه كامله وهذا التقدم اللي كتشوفوا واو في العالم كله بدا بفكره بسيطه، جا من اعظم القوانين من اعظم الاختراعات في التاريخ بداو بفكره بسيطه بزاف. دابا تخيل معايا القانون الاول نيوتن اللي قائم عليه الصناعه العالميه كلها، بدا بفكره اللي هي شنو، مش بدا بالسؤال اللي هو شنو هو الحاجه اللي كتخلي الاشياء توقف. وهنا بالضبط الجريمه اللي كديرها المدرسه في حقنا هي انك تعطينا النتيجه النهائيه مباشره بلا ما تعطينا الطريق اللي دازت منها والوقت اللي احتاجته الفلوس وداكشي كامل. حنا كنبقاو نستسهلوا ديك النتيجه حيت ما صرفوش القيمه ديالها والقدر ديالها وشحال من واحد خدم عليها. ولذلك خصنا حنا ماشي نتحملوا المسؤوليه، وانما نديروا مجهود من عندنا ونبادروا اننا نخدموا، اننا نبحثوا ونقلبوا، لان العلم اقسم بالله الا واحد الحاجه ممتعه بزاف الا فهمتيها في العمق ديالها.
ودابا السؤال اللي كيتحط هو دابا نيوتن سول شنو هي الحاجه اللي كتوقفها؟ العلماء جاو سموها قوه. واش هاد القوه شي حاجه ملموسه كنقيسوها، اولا واحد الاسم فيزيائي عطاوه شي حاجه مجرد اللي مازال لغز للفيزيائيين والعلماء الى يومنا هذا، ولا غتكون ان شاء الله موضوع احد الفيديوهات القادمه. فإلا عجبك الفيديو ما تنساش تبارطاجيه مع صحابك حتى هما يستافدوا وتعم الفائده، ونشوفكم فيديو جديد.